السلام عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى تكونوا في صحه جيده، وكنتمنى لكم عواش مبروكه ورمضان كريم ان شاء الله يدخل علينا بالصحه والسلامه باش ما كنتمناو مع وليداتنا مع عائلتنا مع ناسنا، وبالصلاه والصيام والزكاه والتقرب من الله اكثر. وان شاء الله ربي يتقبل مننا جميعا. اليوم جيت نشارك معكم واحد الفيديو اللي هو خفيف ظريف ديال تحليه رمضانيه. كلشي كتعجبو وخفيفه وظريفه ويمكن نوجدوها في اي وقيته، وصراحه وسهله، ماشي شي حاجه زعما اللي هي صعيبه، مكونات بسيطه. فجبت واحد الكاسرونه، عملت فيها واحد نص لتر ديال الحليب وجوج معالق ديال السكر، وزدت لها جوج معالق ديال مايزينا ولا نشا، وكنحرك داك المكونات مزيان. مخصناش نخليو داك الحبيبات كيبانو ولا شي حاجه، ضروري كنحركو وكنعمل على النار اللي تكون مهيله، ما تكونش النار صراحه مجهده. المهم النار تكون مهيله، وكنستمر في التحريك. ضروري كنستمر في التحريك على حتى كتعقدنا ديك الخليط ديالنا كيعقدنا. وعاده كان يمكننا نوقفو يدانا، كنبقاو كنحركو مزيان حتى كتختارنا داك الخليط. هانتوما كتشوفوا كيجينا عاقد بحال الشكل ديال دانون، وكنجيبو شي واحد لي كويسات ولا طويسات وكنوضعو فيهم داك الخليط مباشره. واخا تكون سخونه عادي كتوضعوها، ضروري ما تخليوهاش في الطاسه ولا في الكسرون حتى بلاتي ولا لا والو. كتبقى تعقدنا مباشره من البوطه، كنوضعوها في الطيسان. ودابا كنحيدها لواحد البلاصه، ماشي ضروري يكون في الثلاجه ولا النبيره، تكون عيب في واحد البلاصه هيدا محيده في البروده وصافي. بغيتو تقيوها في النبيره كتقيوها، المهم كتخليوها تبرد ضروري واحد ربع ساعه ولا هيداك حتى كتبردنا. وكندوزو للخليط الثاني على كيكون اخر برد عقد في راسو، لان هذا الخليط الثاني ضروري خصو يكون الاول عقد في راسو بارد باش كنضيفو عليه الثاني. انايا ضفت واحد نص يطرو ديال العصير برتقال ولا مالدانين. انا خدمت هنا بمالدانين. عملت جوج معالق ديال السكر وجوج معالق ديال النشا. بالنسبه للسكر هذا يا برتقال، هذا مالدانين ولا برتقال اللي كان كيجي حامض واحد شويه. انا ضفت غير جوج معالق ديال السكر. نتوما الا كنتو كتبغيو الحلاوه ما بغيتوش داك الحموضيه بزاف، يمكن لكم تزيدوا السكر، تزيدوا معلقه ولا جوج اخرين. صافي كنخلط ديك الخليط مزيان وكنقي على النار مهيله كيف العاده، وكنستمر في التحريك بحال الخليط الاول بحال الخليط الثاني حتى كيعقد على هذا الشكل. هانتوما كتشوفوا كيعقد مزيان. وكنضع واحد المعلقه تحت الخليط كيف كتشوفوا معايا باش ما كيتخناش مباشره في الاخر ولا كيحفروا لنا، كيبقى هذاك فوق على زعما افقي. هذا التحليه صراحه كتجي مزيونه، كتجي خفيفه، بالاخص الوليدات كيعجبهم بحال هذا الشيء. وما فيها شي زعما شي تكلفات ولا شي مكونات بساط. يعني يطرو يقدر نخرجو 6 ديال الطيسان. انتما كتشوفوا كنكب 5 ديال الطويصات وراه مازال كيبقى لي واحد شويه. صافي دابا غادي ندوز لهاد التزيين. هانتوما كتشوفوا انا كنزينتها بهذا الفراوله ولا الفريسه. التزيين كيبقى الاختياري، دائما كنقولها كل واحد كان عندك باش تزينها ممكن، ما كانش عندك ماشي ضروري، واخا كتخليها غير هيديك حسبيه. ولكن اذا كان عندك باش تزينها ما كيكون افضل واحسن، كيجي مزيون. انا ضفت واحد شويه ديال الكاوكاو، كان عندي محمر ومطحون هيدا من قبل كيف كتشوفوا. ما زينتوش كاملين، غير داك الكاوكاو عملته غير في هذا الطويصات فقط. انا كاين اللي غيعجبو كاين اللي ما غيعجبوش، داكشي علاش. هانتوما كتشوفوا مباشره غادي نوريها لكم. انا هنا غادي نقول بسم الله وغادي نبدا ناكل، غادي نبدا ندوق.
صراحة كتجي مزيونة وكتجي خفيفة، وماشي زعما مزيونة ساهلة في أي حاجة، لا في طريقة التحضير ديالها ولا في الأكل ديالها، كتجي مزيونة غير كيف قلت لكم. اللي كيبغي الحلاوة شي حاجة حلوة يزيد لها السكر في هذاك الخليط الآخر فقط. وصافي هانتوما كتشوفوا التحلية ديالي كتجي على هاد الشكل. صراحة كتجي مزيونة وكتجي خفيفة، وكنتمنى تجربوها وتعجبكم، ويكون الفيديو خفيف ظريف، ما يكونش طويل عليكم. كيف العاده ما كنبغيش نطول بزاف، وكنتمنى لاول مره كيستضيف بالقناه يضغط زر الاشتراك، يفعل الجرس، وشي كومونتير يكون زوين بحالكم، ودعموني. صراحه كنفرح ملي كنشوف المتابعه ديالكم، وكنشوف الجيمات ديالكم، كنشوف التعاليق زوينه ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم. والله يوفق كل واحد، والله يوفق يا ربي الحبيب اي وحده بغات توصل، واي واحد بغى يوصل الله يوفقه في حياته. عواشركم مبروكه، رمضان كريم وبالصحه والراحه. الفيديو بالصحه وشاهدكم في الجنه ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد، وعشركم مبروكه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.